السلام عليكم، اهلا بيكم معانا في حلقه جديده من حلقات مطبخ اسماء وسلمى. النهارده هنعمل مع بعض بسكوت بجوز الهند والبرتقال، سهل وبسيط وخفيف ومقرمش، وبصراحه لونه يفتح النفس وطعمه رائع ومكوناته سهله وبسيطه خالص. اول مكون معايا، انا معايا نص كيلو سمنه، انا مطلعاها من التلاجة لا سايحه ولا مجمده. هبدا اضربها كده بالهاند بلندر، افكفكها كده من بعض، واضيف ليها كوبايتين سكر مطحون، سكر مطحون ناعم ومنخول كويس. هبدا اضيفه للسمنه، اضيفهم واضربهم كويس لحد ما القوام يبقى كريمي، احس ان القوام بقى كريمي كده. هبدأ اضيف بقى معايا 6 بيضات، احط عليهم ريحة البرتقال وريحة السمنة البلدي، وهبدأ اضيف بيضة بيضة على المكون بتاعي، وهضربهم كويس قوي عشان المكونات تمتزج ببعضها واحدة واحدة كده. ايوه بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، لحد ما القوام العجينة كلها امتزجت ببعضها. معايا بقى معلقة بيكنج باودر ضفتها لكيلو الدقيق بتاعي، وهبدأ بالمصفى كده انخل الدقيق واحدة واحدة واقلب كويس قوي. دي كوباية جوز الهند ناعم حطيتها على العجين بتاعي، وهبدأ الم العجينة. بس انا مش هعجن، لا انا بلم العجينة واحدة واحدة كده لحد ما احس ان، واضيف بقى برضو بقيه الدقيق. انا ما ضفتش الدقيق كله مره واحده عشان العجينه ما تنشفش مني. ومعايا دي بقى نص كوبايه لبن، هحط شويه شويه، مش شرط العجينه تاخد لبن كتير. انا ضفت كده لحد ما بقى القوام مناسب، وجبت المكنه ديت وبدات اقطع البسكوت بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. بصراحه المكنه دي سهله وبسيطه، اسهل من القمع. وهبدا بقى اسوي البسكوت بتاعي على نار وسط في الفرن، وبرده في فرن البوتاجاز، ولو الفرن العادي هتبقى النار وسط برضو. ما خدش 10 دقايق في التسويه، نار وسط كده. انا مشغله عليه مشغله الشوايه من فوق ومن تحت على نار وسط. وده شكل البسكوت الجميل الرائع بتاعنا. لو عجبكم ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس، ونتقابل على خير في وصفه جديده من وصفات مطبخ اسماء وسلمى.